لو خايفه التوم بتاعك يبوظ منك وعايزه الطريقه الصح لتخزينه ويقعد معاكي بشهور، تعالي نشوف الطريقه الصح ويلا بينا. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتعملي لايك واشتراك للصفحه. يلا بينا. بعد كده ما فكيتهم من بعض، بعد ما كنت يعني جايباهم من السوق كده، لا انا فكيتهم، لازم افكهم خالص. تمام، هاخد واحده واحده كده، بس لازم انقي اول واحده كبيره، عاوزه كام واحده مع بعض مفيش مشكله، زي ما انا بعمل كده بالظبط. تمام، هنروح واخدين واحده ونروح لفينها الناحيه التانية عكس. تمام، يعني اللي فيها عليها كانها بنربطها، بس انا خدت بعد ما لقيت صغيرين مش حلوين رحت جبت واحده كبيره. تمام، هاخد واحده يمين واحده شمال واروح لفه عليها زي ما انتوا كده شايفين. يمكن انا مش هعرف افسر لكم اول يعني بالكلام، لكن بالشكل والصوره زي ما انتم شايفين هيوضح معاكم، فانا هسكت وانتوا كملوا الفيديو. مين حبيبي؟ مين عمري؟ انت حبيبي، انت حبيبي. وكده بعد ما خلصت هاخدهم اعلقهم في اي مكان ضله. انت حتى لو هتعلقهم في البلكونه اهم حاجه ما يجيش عليهم شمس، لان الشمس اكتر حاجه بتخليهم يدبلوا وينشفوا وبيتاكلوا معاكي بسرعه. تيجي على اخر السنه تلاقي التوم معاكي نشف. اهم حاجه يكونوا في حته ضله ومتهوين، يعني حته مفتوحه فيها هواء. يا رب اكون افدتكم، ودي حاجه فعلا بتحفظ التوم لوقت طويل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.